السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مهدد بالوقف، شكوى في غرفة صناعة السينما ضد فيلم محو أمنية. دعونا نتعرف على التفاصيل. تقدم المنتج والمخرج حامد صالح بشكوى رسمية لغرفة صناعة السينما المصرية ضد الشركة التي كان قد أوكل لها تنفيذ إنتاج فيلم محو أمنية في مصر، حيث خالفت الشركة المنفذة بنود وشروط التعاقد والتي وقعتها مع حامد المنتج والممول الحقيقي للفيلم. وحاولت الاستيلاء على الفيلم بالمخالفة لشروط التعاقد المبرمة بينهما، بل ورفضت إعطاء شهادة الملكية للمنتج والممول الفعلي له، مما دفع صالح لإيقاف التصوير والتقدم بشكوى عاجلة لغرفة صناعة السينما المصرية للفصل في الخلاف والحفاظ على حقوقه المثبتة قانونا في العقد الموقع. وفيلم محو أمنية من تأليف أدهم سعيد وإخراج محمد محمود حمائي، وبطولة كل من مصطفى خاطر ووفاء وأيتن عامر ومحمد ثروت، مع وجود الكثير من ضيوف الشرف. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.